السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم. النهارده جايين لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ بإذن الله هناخد جولة تحفة في سموحة. May the peace, blessings and mercy of God be upon you. Hi everyone, how are you? I hope that you are well. Today we will talk about one of the most famous places in Alexandria, which name is Smoha. On your channel, let's go around the world, and don't forget like and share and subscribe. وبتعتبر سموحة واحدة من أهم المناطق في اسكندرية جذب للسكان بسبب توفر فيها كل الخدمات والتشجير اللي فيها ما شاء الله المساحات الواسعة والمباني الراقية المنظمة. وسموحة بتقع في حي شرق، وأسسها جوزيف سموحة 1924 لما طلب من هيئة الأوقاف إن هو ياخد المنطقة اللي كانت فيها بحيرة الحضرة ويأسسها بالمكان اللي احنا شايفينه ده. وده طبعا نادي أصحاب الجياد، ما شاء الله قوة إلا بالله، تحفة وعلى مساحة واسعة جدا زي ما احنا شايفين. سموحة is residential area affiliated with the Shark neighborhood in the city of Alexandria. This neighborhood was founded by Joseph Smoha in 1924 when he asked the Endowment Authority to take this area in which Lake Hadra is located. Smoha neighborhood is currently considered one of the most attractive area of Alexandria for residents. ده شارع محمد فوزي معاذ من الشوارع المشهورة في سموحة. The name of this street Muhammad Fawzi Muaz, and this is one of the most famous street in Smoha neighborhood. And here, like you see, good street organization, wide roads, modern residential building, spacious gardens between residence building, and services represented by integrated commercial centers. مين معاك؟ على اي جنب بس؟ يا جماعة تقسيمات الشوارع والجمال والحلاوة. النهاردة بإذن الله حابين نتكلم عن الدعوة المستجابة. وطبعا كلنا عارفين الآيات. أول آية اللي هو قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دي آية تانية قرآنية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مبدئيا كده لازم نبدأ بإذن الله دعوتنا بالحمد لله والثناء على الله. تاني حاجة نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد كده نرفع ايدينا كده للدعاء. ويا حبذا بقى ويفضل لو نتوجه للقبلة، ويحبذ أكتر وأكتر لو كنا على وضوء يعني. السيد محمد كريم من قومية، وطبعا كلنا عارفين السيد محمد كريم اللي وقف في وش الاحتلال البريطاني والفرنسي على مصر. ونحاول بقى ان احنا نتحرى الاوقات، يعني اوقات معينة كده زي التلت الاخير من الليل، ده بيبقى وقت حلو جدا جدا ان الانسان يدعي فيه. ويا سلام بقى لو في قيام او ركعتين حاجة كده الانسان يدعي فيهم بكل اللي نفسه فيه. كمان من الاوقات الحلوة جدا للدعاء ما بين الاذان والاقامة الانسان يدعي برضو اللي هو عاوزه. وقت نزول المطر، واثناء السجود اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، وليلة العيد بقى وأيام رمضان. ويا ترى مين هم بقى مستجابين الدعوة؟ أول حاجة كده مبدئيا وبسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله الإنسان نظرته للكعبة أول مرة يشوف الكعبة ليه دعوة مستجابة بإذن الله. كمان برضو دعوة الصائم حين يفطر، يعني احنا دلوقتي في أيام مفترجة شهر شوال، المفروض إن بإذن الله نحاول قدر الإمكان نكون صمنا الستة البيض، علشان اللي يصوم رمضان ويتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر. فحاول قدر الامكان ما نضيعش الفرصه دي. وقدامنا فرصه كمان ان احنا بعد ما نفطر ان احنا ندعي بكل الدعوات اللي احنا نفسنا فيها باذن الله. دعوه الصائم او اللي هو بيفطر يعني من الصيام لا ترد. كمان برضو دعوه المظلوم لا ترد، ليس بينها وبين الله حجاب. يعني كفاية ان ربنا هيجيب لك حقك من الشخص اللي ظلمك ده، ويا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم.
كفاية بس ان انت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وفوض امري الى الله في اللي ظلمني ده. خدوا بالكوا يا جماعة ان دي كلها حاجات دنيا وعرض زائل، وخلي بقى اللي يحمل يشيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. Today we will talk about answered prayer. First, beginning the supplication with praise to God, and blessing and peace be upon the messenger of God. Second, raising hand. Third, do not hesitate. Rather, the one who's praying should be determined and insist on God. Fourth, investigate the time of response, such as the last third of the night between the call to prayer and the Iqamah, when breaking the fast, and so on. حاجة صحية برضو، حاجة تبع الصحة. هاتي الأزهر كده اللي على اليمين اللي لونه نبيتي. مشاريع بتروح سيدي جابر، كل الكميات يعني الصغيرات دي، الكميات دي بتوصل سيدي جابر بقى من هنا. مشاريع تانية بتروح المحطة، بتروح ساعة تقريبا. اللي بالليل الأجواء النهاردة كانت جميلة جدا، والجو معتدل والشمس طالعة والدنيا مش ساقعة ومش حر. كده بقى شارع علي بن أبي طالب، يعني بالنسبة لوجود جامع هنا اسمه علي بن أبي طالب.
بتاع مصطفى كامل. في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You'll stay under Allah's care and His safety. Peace and mercy be upon you.